أسرة بتحتضن طفل، ولما الأم بتبقى حامل بيقرروا بكل بساطة إن هم يتخلوا عن الطفل ده، وكأنه الشيبسي معجبهمش طعمه فقرروا إن هم يرجعوه السوبر ماركت. علشان تعرف القصة تعال نبدأها من البداية مع رقية، مخرجة شابة بتشتغل كمخرجة إعلانات في وكالة خطيبها اللي مسيطر عليها جدا وبالع كل مجهودها. في يوم بتتخانق مع خطيبها ده وبتطلع تركب عربيتها وبتسوق بسرعة شديدة جدا، وبتكلم ضياء المصور زميلها اللي بيشتغل معاها في نفس الوكالة، وبتبتدي ان هي تتخانق معاه لانه اسمه اتكتب على اخر اعلان هي عملته. بتبتدي ان هي تتخانق معاه وتقول ان هم ازاي يسرقوا مجهودها ويكتبوا اسمه على اعلان هي اللي عاملاه. بيبتدي ضياء يزعق معاها جدا ويقول لها كلام صعب جدا زي انها ملهاش كلمة، وان خطيبها دايما يقول لهم خدوها على قد عقلها. وفي وسط الخناقة دي ما شغالة رقية بتعمل حادثة وبتخبط طفل صغير. بنعرف يا صديقي ان رقية كويسة، ما حصلهاش الا حاجة الا جرح بسيط جدا، لكن الاصابة كلها كانت في الطفل اللي خبطته العربية. رقية بتقرر هي هتروح ورا طفل المستشفى عشان تطمن عليه. جالها ذعر شديد جدا وخوف على الطفل ده. يكون معاها على الخط ضياء اللي كان بيخانقوا مع بعض يعني، وسمع كل اللي حصل ده. بيقول لها انت فين وبيروح وراها المستشفى. طبعا انت دلوقتي يا صديقي اعتقد لو انت عندك دم يعني فانت قلقان على الطفل صح؟ هطمنك عليه، انا مش هزود عليك القلق اكتر من كده. الطفل كويس طلع يعني خلاص حالته بقت كويسه. هي المشكله مش هنا، المشكله في ان الطفل اهله فين. الطفل قعد يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ما ظهرلوش اهل، وده مش طبيعي ان طفل يعمل حادثه. اكيد اهله يبتدي ان هم يدوروا عليه، يعملوا بلاغ، يدوروا عليه في المستشفيات، الحاجات اللي بنسمعها يعني في التلفزيون دي. فاهل الطفل فين؟ وهنا خلاص بيكون وقت طلوعه من المستشفى. البوليس بيقرر ان هم يحطوه في اي دار لحد الاستدلال على اهله، لكن رقية بعد تردد كده بتقول هتخليه عندها لحد ما يلاقوا اهله. لحد هنا يا صديقي قد تبدو لك ان هي قصة عادية جدا وخلاص، لكن هي يا صديقي بداية لتغيير جذري في حياة الثلاث ابطال بتاعتنا في الروايه، رقية وضياء ومحمد اللي هو الطفل الصغير اللي حصلت معاه الحادثه دي. وده في روايتنا بطعم البيوت لرانيا الطنوبي. بس قبل ما اكمل لك باقي الاحداث خليني كده اسالك كام سؤال، اعمل لك امتحان مفاجئ يعني زي ما كانوا بيعملوا لنا في ايام الكليه. تعرف يا صديقي يعني احتضان؟ احتضان يا الادب مش حضن، احتضان اللي هو الكفاله. وايه الفرق ما بينه وما بين التبني؟ طب هسألك سؤال تاني اكتر، خليه سؤال عملي. عمرك زرت ملجأ او شفت الاطفال اللي هناك عايشين ازاي؟ بلاش السؤال العملي. عمرك شفت اسرة احتضنت طفل يعني مش ابنهم وخدوه من الملجأ ويعيشوه معاهم، وشفت اللي بيواجهوه مثلا في حياتهم عامله ازاي؟ طب شفت الكلام اللي اتقال عليهم من الناس اللي حواليهم بيقعدوا في السكرته كده يقولوا كلام من وراهم وحاجات زي كده؟ شفت حاجات زي دي؟ اسئله كتير صح، وانا قررت مش هتخلى عنك وهجاوبك على الاسئله دي. رانيا الطنوبي قدرت في روايتها ان هي تعبر وتجاوب عن الاسئله دي بمشاعر وسلاسه حلوه جدا. علشان كده انا قررت ان انا احكي لك واجاوب لك على الاسئله دي، واحكي لك اللي حصل لرقية ومحمد. زي ما وقفنا ان رقية قررت ان هي هتخلي محمد عندها. رقية بنت من عيله مرفهه وغنيه جدا، بس الحلو دايما ما بيكملش. رقية عيلتها مش محتوينها بالشكل الكافي، دايما مقللين ثقتها في نفسها، محسسينها ان هي عديمة المسؤولية وان هي سبب المشاكل وان مبقاش اي حد يطيقها، رغم ان هم اهلها الحقيقيين عادي جدا يعني. ودايما نقولها ان كتر خير خطيبك انه راضي بيكي اصلا. حتى شكلها دايما مشككينها فيه عشان هي رفيعة شوية يعني، عملوا ان شكلك مش حلو وان خطيبك راضي بيكي وحاجات كده يعني. من كل اللي بتعرفوش الناس بتعاني ازاي عشان تخس. بص يا صديقي، اسوأ حاجة ان الناس اللي هم يكونوا رقم واحد في ان هم يدعموك ويدوك ثقتك في نفسك ويحبوك، هم يكون رقم واحد برضو بس في تكسيرك، ضعف ثقتك بنفسك، يخلوك تنتحر وتقطع شرايينك. فدي اسوأ حاجة يعني، ان هو في حالة رقية ان اهلها هم سبب ده. زي ما قلنا رقية بتقرر ان هي تاخد محمد معاها، وضياء بيقرر ان هو يقرب من رقية ومن محمد، وده مش لسبب في دماغك يا صديقي. ببساطة ضياء شاف نفسه في محمد. ضياء ليه اب وام معروفين وكل حاجة، بس انفصلوا وكل واحد اتجوز وعمل اسرة تانية. قرروا ان هم يرموا محمد لعمته وجوزها، هم اللي هيربوه ويكونوا الاسره البديله ليه. ضياء وقت ما حصل له كده كان حاسس بالتخلي وكان حاسس بالتوهان، فكان شايف نفس المشاعر دي في مين؟ في محمد، كان شايف نفسه فيه. طب عايزين نعرف اكتر عن محمد. بص يا سيدي، محمد طفل يتيم، كان بيبي صغير جدا وهو في الملجأ. بتيجي اسره تتبناه من اب وام، بيربوه معاهم لحد سن 5-6 سنين مثلا، وهنا الام بتحمل وبيكون هيجيلهم بيبي. رغم ان على فكرة الطفل ده كان ليه اسم تاني خالص، هما قرروا يسموه محمد على اسم جده اللي هو يعني مش جده الحقيقي اللي هو جده اب الاب اللي اتبناه يعني وكده. بس لما الام بتحمل
خلاص اللعبة اللي كانوا بيسلوا نفسهم بيها ما بقتش مهمة وضرورية. فالأب بيبتدي يطلع كل القطط الفطسانة في محمد ويبقى مش طايقه ويكره الواد في نفسه ويطلع له ويتلكك له على أي حاجة. حتى مرة لعبة الأم اتشنكت فيها فكانت هتجهد، قال له أنت السبب، أنت اللي رامي اللعبة مخصوص علشان الست دي تجهد، منك لله، أنت طفل شيطان، أنت طفل ابن ملاعين. ويقعد بقى يشتم ويقول له حاجات كتير يعني، منك لله، أنت راجل قاسي، أنت راجل مفتري، منك لله يا شيخ. بيقرر بقى الأب ده مع الاتفاق مع الجد ويقول له احنا هنرجع محمد للملجأ تاني بقى خلاص. وهنا محمد بيواجه أزمة التخلي، والعيلة اللي اتربى معاها واللي ما يعرفش غيرهم أصلا، هو كان بيبي فتربى مع دول هم أهله وعيلته، قرروا ان هم يتخلوا عنهم. هنا بيبتدي ان هو يحس طب انا السبب، طب انا عملت ايه، طب مش هكرر الاخطاء اللي انا عملتها لو انا بعمل اخطاء. ويبتدي يحس بان هو مش محبوب، ملوش حق ان هو يبقى ليه عيلة ولا أسرة. وفي اليوم اللي بيقرر جد ان هو ياخد محمد ويوديه الملجأ، بيروح محمد معاه. طبعا ما احكي لكمش بقى على المعاناة اللي كان محمد حاسس بيها. وفي نص الطريق محمد بيهرب منه وبيجري في الطريق، وبتخبطه مين؟ عربية رقية. وبيحصل بقى اللي احنا حكيناه من البداية ده. محمد لما بيعيش مع رقية بتبتدي ان هي تعرف معنى تاني لحياتها، بترجع لها الثقة اللي فقدتها من تكسير اهلها فيها، بتحس ان هي ليها معنى، ليها قيمة، ليها حياة، بتتسلى جدا مع محمد، تعيش معاه احساس امومة. كمان ضياء بيحب محمد جدا، واهله اللي هم الاب والام اللي ربوه، اللي هو عمته وجوزها يعني، او اللي هو نقول ابوه وامه يعني، بيحبوا محمد جدا. وبتدي كل الاطراف تدي لبعضيها، يعني رقية تحس بنفسها، ضياء يبتدي ان هو يشوف شعور ويعوض الشعور اللي حاسه وهو صغير مع محمد. الجد او الاب اللي هم ابو وام ضياء يبتدي ان هم يعيشوا مع محمد احساس اللي هو الجد والجده. محمد نفسه يبتدي ان هو يعيش الحياه اللي كان نفسه فيها، يحس ان هو مقبول، في ناس بتحبه، في ناس عايزه تبسطه وتفرحه. بس وسط ده كله بتظهر مشكله، وجود محمد معاهم مش قانوني، ببساطة عيلته وورقه مع الأسرة اللي هي متبنياه، وهم دلوقتي لا يقدروا يقدموا له في مدرسة ولا يبقى معاهم بشكل قانوني. هو الاسم عارف ان هو معاهم وان هم مستلمينه، بس المفروض ان هم بقى خلاص يعني يبقى معاهم ورق ليه يقدموا له مدرسة والكلام ده كله. وهنا بيكونوا قدام حاجتين، يا اما محمد يرجع للأسرة اللي اتبنته، او ان هو أسرة تانية تتبناه. وهنا ضياء ورقية بيقرروا ان هم يقدموا ورقهم علشان يتبنوا محمد. لكن يا صديقي تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ضياء شاب أعزب ومش متزوج، عشان كده ما ينفعش ان هو يتكفل بمحمد. طب رقية ممكن، بس مشكلة رقية ان هي لازم تعدي سن ال30 علشان يبقى مسموح ليها ان هي تتكفل بطفل. طب ان هي مش متزوجة. طب بتتعرض عليهم فكرة ان ممكن مثلا ابوها وامها يعني ياخدوا الطفل على اسمهم ويبقى معاها، بس طبعا زي ما احنا قلنا صديقي اهلها صعبين جدا، ولما بتعرض عليهم الفكرة بيقوموا فيها ويقعدوا يتخانقوا هما الاتنين. اصلا على طول سايبينها ومسافرين، يلا مش هنحكي بقى يعني، على طول مسايبينها مسافرين، تقعد تكلمهم فيديو كول، قعدت تحكي لهم اللي حصل، قاموا فيها خانقوا معاها، قعدوا الاثنين يخانقوا مع بعض وسووها هي. المهم يعني اهلها صعب الاقناع، يعني الاسهل ندور لاهل جديد على محمد ولا ان احنا نقنع اهلها. في وسط الاحداث دي بقى بنشوف التغير اللي طرأ على الشخصيات، زي رقية مثلا. رقية بدأت ان هي يبقى ليها شخصية وتقرر قرارات في حياتها، قررت ان هي تسيب خطيبها رغم ان اهلها معرفين ان هو يعني مش هتلاقي حد غيره والكلام ده كله، بس قررت ان هي تسيبه، قررت تسيب الشغل معاه، وقررت ان هي تشوف نفسها وتشوف هي بتحب ايه. هي ما كانتش بتحب موضوع ان هي تشتغل في اخراج الاعلانات، هي كانت بتحب الافلام الوثائقيه، وقررت ان هي هتعمل فيلم وثائقي. حتى محمد نفسه احنا قايلين ان هو بيعاني من ازمه تخلي، ده بيحتاج ليه علاج نفسي، بيودوه لدكتور نفسي وبيحققوا معاه تقدم بيبوظ لما بيظهر عيلة محمد في الصورة. ببساطة الجد بيتواصل معاهم وبيقول لهم احنا ممكن ناخد محمد او نرجعه للملجأ. وهنا مجرد ما محمد بيعرف الموضوع ده بيجيله انتكاسة، الاعراض كلها بتبتدي تظهر له بتاع ازمة التخلي، وبيتمرمط حرفيا وبيضيعوا كل مجهود رقية. وبعد تواصل الجد معاهم بتتواصل الام مع رقية، واللي بنعرف منها ان هي عايزة ترجع محمد مرة تانية ليها، وبتقول لرقية ان هي عمرها ما كانت عايزة تستغنى عن محمد، وان الازمة او المشكلة جاية من جوزها، وان هي هتحاول تقنعه وهتاخد محمد بعد ما تولد على طول. وهنا يا صديقي ضياء ورقية بيحسوا بالمشكلة اللي هم فيها، هم خلاص تعودوا على محمد وحسوا ان هو بقى جزء من عيلتهم، وفي نفس الوقت ما يقدروش يمنعوه من العيلة اللي هو كان عايش فيها ومستقر. وهنا الاختيار بيكون لمحمد. هل محمد هيقرر ان هو يرجع للأسرة اللي اتربى معاها، ولا ان هو خلاص حب وتأقلم مع رقية وضياء وهيفضل معاهم؟
ده السؤال اللي هنجاوبه. بس قبل ما نجاوبه، احنا قلنا ان رقية مخرجة شابة بتحب الافلام الوثائقية، هي قررت فعلا تعمل فيلم وثائقي، يعني في انسبيريشن من قصة محمد واللي حصل معاه. قررت تعمل فيلم عن الاحتضان، استعانت في الفيلم ده بأسر احتضنت فعلا، وبينهم يتكلموا عن ولادهم والقصص دي كلها. استعانت برضو بمسؤولين، ومنهم استاذة يمنى دحروج اللي هي مؤسسة لجروب الاحتضان في مصر. استعانت بالناس دي كلها وبكلامهم الحقيقي. يعني بنشوف في الفيلم ده المشاكل اللي بتواجه الأطفال في بعض الملاجئ، زي الضرب، التجويع، الإهمال، كل دي مشاكل بالنسبة لهم. بنشوف كمان المشكلات اللي بتواجه الأسر المحتضنة، زي مثلا ان هما بيتشافوا كطفل درجة تانية وكأم درجة تانية. الأم المحتضنة دي مش من حقها ان هي تشتكي، لأن أبسط حاجة يقولوا لها انت اللي اخترت كده. مش من حقها ان حد يساعدها، ما بتلاقيش كتير يساعدها. حتى لو هي بتشتغل ما بتاخدش اجازة رعاية طفل، لأنه مش ابنها البيولوجي. هما بيعاملوا الابن البيولوجي بس اللي من حقه ياخد كده، لكن ابن المحتضن هو قلنا درجة بيعتبروه درجة تانية ولا درجة تالتة، ملهوش نفس الأحقية. فهي قدرت ان تعبر في الفيلم بتاعها عن المشكلات دي. حتى الطفل المحتضن نفسه ملوش الحق ان هو يمثل مصر في اي مسابقات عالمية، ملوش الحق ان هو لما يكبر يدخل كلية جيش او كلية شرطة. حتى الطفل ده لما اهله يموتوا ما بياخدش معاش ليهم. معنى اصح، المجتمع والقانون بيعتبر الام المحتضنة والطفل المحتضن درجة اخيرة وملهمش اي حق من الحقوق، وكأن الطفل ده زي ما اهله ظلموه زمان وما احتفظوش بيه وودوه الملاجئ، المجتمع بيقرر ان هو يكمل الظلم عليه. حتى لما لقوا اسره تهتم بيهم وترعاهم، بقى مش زيهم زي الابناء البيولوجيين. وبرضه قدر ان هي تعبر عن رحله الام في ان هي تلاقي ابنها او بنتها في وسط ملاجئ كتير بقى، وتبتدي ان هي تزور ملاجئ كتير لحد ما قلبها كده خلاص يتخطف بقى بالطفل اللي هتاخده، ومرحلة الورق والموافقات والزيارات والحاجات دي كلها، ومرحلة لو هو بيبي صغنون الارضاع عشان يبقى ابنها وكده. يعني الفيلم بيقول ان الاطفال مكانها في البيوت، وبيصحح مفاهيم مهمة جدا، زي ان انت لما بتحتضن او بتتكفل بطفل بيكون ابنك بس مش بينتسب ليك، يعني اسمه مش بيتكتب على اسمك، لان ده اللي حرام، اللي هو ده التبني. لكن الكفالة او الاحتضان ده حلال، مفيهوش مشكلة، ان هو الطفل بيبقى ليه اسم خاص بيه مش ابنك. كمان برضو كانوا بيقدموا في الفيلم اقتراحات حلوة جدا، زي مثلا فكرة الاخ الكبير. يعني لو انت ما عندكش امكانية ان انت تتبنى الطفل او تاخده معاك البيت، يعني هم عايزين يعملوا حاجة زي دي، ان انت مثلا تتكفل بيه او تسجله على انه انت اخوك كبير، يعني ترعاه، تهتم مثلا بدراسته، تتابعه، يبقى حاسس ان هو ليه اخ وسند. الاطفال مش دايما بيحتاجوا اكل، او اكل والشرب والفلوس مهمه جدا وكل حاجه، بس بجانب ده هما بيحتاجوا يحسوا ان هما ليهم اهل وسند وظهر، حد انا هلجأ له لو في مشكله، حد يبقى اهلي لو حصل له مشكله في الدار او حتى تعرض لعنف او ضرب، يبقى يلاقي حد يشتكي له وياخد له حقه، زي اي طفل عادي جدا. لو حد اذاه او ضايقه هيروح لاهله ويشتكي لهم. وبنرجع لصديقنا محمد، واللي بيقرر ان هو هيرجع لاهله اللي هما يعني الام والاب اللي اتبنوه، وبيجي في يوم الرجوع. وطبعا رقية وضياء والأسرة بتاعتهم يعني بيبقوا منهارين وزعلانين، بس فرحانين ان محمد عمل حاجة اللي هو بيكون عايزها وبيحبها. في يوم الرجوع بتيجي الأم والأب وشايلين ابنهم اللي لسه مولود، اللي سموه بالمناسبة محمد. يعني بمناسبة القصة دي، هم اصلا محمد كان ليه اسم تاني خالص، بس هم سموه محمد على اسم الجد، عشان هو كان نفسه يبقى عنده يعني ايه ابنه ويسميه محمد. بس لما خلص بقى خلف ابنه البيولوجي، قرر ان هو يديله الاسم، وكأن الابن اللي لسه مولود ده هو الاصل، ومحمد بقى هو الصورة او الظل اللي ملوش لازمة. هنا محمد بيشوف الوضع ده، وبيشوف امه وهي مشتتة ما بين جوزها اللي عمال يزعق ويديها في اوامر ويقولها تعالي يلا شيل ابنك ومش عارفه ايه، وما بين احساسها وشعورها وحبها لمحمد اللي ربته سنين كتير وهي متمسكة بيه من جواها، ونفس الوقت متمسكة بابنها وجوزها اللي مش مريحها ده. فمحمد بيقرر ان هو يريحهم كلهم وياخد هو القرار ويسيبهم في العربية ويروح لرقية وضياء ويرجع للأسرة اللي حبته من قلبها. وبنشوف يا صديقي في نهاية الرواية محمد في لقطة من الفيلم الوثائقي اللي عملته رقية، وهو مبسوط وفرحان وراكب العجلة اللي جابها له ضياء، وبيقول ان هو نفسه يبقى ظابط، ولو ما نفعش عشان القوانين يعني اللي انا قلت لكم عليها دي، فهو نفسه يكون مخرج زي مامته ورقية. شوف يا صديقي، انا بعتبر نفسي شخص صعب التأثر، يعني مش انا الشخص اللي يدمع او يعيط عشان فيلم او عشان رواية او الكلام ده. يعني انا كنت فاكره الفتره كبيره انا ما عنديش مشاعر اصلا، بس لما قريت الروايه لا يعني اتاثرت، دمعت بجد. يعني وكنت وسط ناس في مكان عام وانا كنت بسمع يعني صوتي، لقيت نفسي بدمع، لكن منظري وحش قوي، اللي فاكرينه حجر طلع بيحس.
فالرواية مؤثرة، يعني مؤثرة جدا بصراحة وحلوة. السرد بتاعها، الموضوع، الأحداث، الاستعانة بحاجات حقيقية، يعني هما مستعين أصلا بناس حقيقيين زي يمنى دحروج وناس من المسؤولين، وكلامهم مذكور بالنص أصلا موجود في الرواية، فإدى لمحة واقعية حلوة قوي للرواية. حتى قصة محمد هي مش قصة خيالية، هي قصة مستوحاة من الواقع. قصص كتير زي محمد حصلت وأهلهم اتخلوا عنهم. بص يا صديقي، الكلمتين دول مني ليك، علشان تاخد خطوة زي خطوة الاحتضان ركز جدا وخليك واعي بالمسؤولية اللي عليك. قبل ما تاخد طفل وتعشمه ان انت بقيت أسرة وسند وظهر ليه، اعرف ان هو بقى مسؤولية في رقبتك، وانه طفل زي اي طفل فيه مميزات وفيه عيوب، وانه اكيد هيبقى عنده مشكلات محتاجة تقويم. انت لو عندك ابنك البيولوجي اللي انت مخلفه وفيه مشكلة، ولا مثلا بيكذب ولا بيسرق ولا شقي، مش هتروح ترميه في الشارع وتقول لا اصل الواد ده ما عجبنيش انا هخلف واد غيره. انت هتحافظ عليه، صح؟ طب ما هو ابنك اللي انت اخترته وقررت ان انت تحتضنه هو زيه زي ابنك البيولوجي، مش معنى ان هو عنده مشكلة لا انا مش قادر اصلح، انا هرميه واشوف بقى اي حاجة تانية. مش هنستهبل. اوعى تفتكر ان انت هتجيب طفل هادي وساكت وكل يوم يبوس ايدك صبح وليل ويقدم لك فروض الولاء والطاعة عشان انت انتشلته من الملجأ. انت كده عبيط. انا قاسية معاك احسن ما ابقى اقصى من كده. ده كده مستوى القسوة اللي انا يعني مهدياها في نفسي. ولو انت قررت ان انت تحتضن طفل وجالك ابن بيولوجي، ربنا رزقك خلاص بقى ومراتك حامل وكده، مش تفتكروا اللعبة اللي انتوا خدتوها دي وهترموها خلاص بقى، خلاص خلصت دورها. الاحساس اللي انتوا كنتوا فاقدينه والرغبة اللي كانت جواكم وخلاص اللي يعني لبها لكم فترة، ولما لقيتوا البديل قررتوا ترموا اللعبة اللي انتوا يعني كانت معاكم. ده اسمه استهبال. اوعى تكون سبب كسر الطفل، واوعى تكون سبب ان هو يحس بأزمة التخلي ويحس ان هو لا ليه أسرة ولا ليه عيلة ولا يستحق ان هو يتحب ولا يستحق يبقى ليه عيلة بعد كده. اوعى تحسسه ان هو السبب في اللي حصل له ده ويعيش طول حياته حاسس بعقدة الذنب ان هو السبب في كل اللي حصل له. اوعى واسترجل كده وتحمل المسؤولية. عارفين بيفكرني بمين؟ بالمسلسل اللي هو بتاع اولاد الشمس اللي اتعرض في رمضان اللي فات، لما مفتاح حصل معاه نفس الموقف تقريبا بالظبط وفضل فاكر الأسرة دي ويقول لنفسه طب هم سابوني ليه؟ انا غلطت، انا كنت شقي، انا كنت مش عارفه. وفضل ان هو يراقبهم كل يوم ويشوفهم وهم معاهم ابنهم اللي خلفوه، وبيجي مشهد المواجهه وبيحكي لهم كل ده كله. اوعى تعمل في طفل زي اللي حصل ده، يعني بجد هتبقى انسان سخيف. يعني مش هقول لفظ اكتر من كده واقولها لك تاني، اوعى تكون سبب كسرة بني ادم وخصوصا لو طفل. هجيبك من شعرك. بس كده كفايه، انا انفعلت بما فيه الكفايه واتأثرت جدا. يعني روايه بطعم البيوت حلوه، اديها 10/10 ونجمه خطيره. كمان هي موجوده صوتي، انا سمعتها صوتي على اوديوهات، يعني هي تحفه. الله يسامحكم اوديوهات، يعني عيطوني وانا بسمعها. عاملينها حلوه قوي، جايبين فريق اصواتهم حلوه جدا، عاملين على شكل دراما اذاعيه، فهي خطيره بصراحه، يعني تحفه. فانا بشكر كل اللي شارك في كل العمل ده بقى، يعني اللي عملوا صوتي، كل اللي شاركوا فيه، بشكر ايديوهات، بشكر الروايه نفسها اللي شارك فيها. يعني في ناس حقيقيين شاركوا مع رانيا الطنوبي في الكتاب، يعني هم الناس المسؤولين اللي قلنا عليهم زي يمنى دحروج او كده كانوا بيحكوا اكتر عن الموضوع وهي كتبت نفس الكلام ده. فانا بشكر كل اللي شارك، وبشكر رانيا الطنوبي على الروايه دي. فيها مشاعر، اسلوب تحفه بصراحه، يعني من اكتر الروايات اللي خلتني اتاثر الفتره دي. كمان بشكر جروب الاحتضان في مصر، انا فكره متابعاهم بقالي فتره وبشوفهم يعني قبل ما اعرف الروايه دي، وكان عاجبني الفكره، يعني عاجبني فكره الاحتضان، بس طبعا عرفتها اكتر من الروايه. بس كده يعني هسيبكم العوافي بقى، يعني اروح موف اون. كل روايه تدشمل فيا واروح اموف اون الاقي الروايه اللي بعدها تدشمل فيا اكتر، مش عارفه عايزين مني ايه. هحاول اموف اون. والله نفسي اجيلكم بحاجه سعيده، يعني نفسي افرحكم، نفسي افرحكم. بس كده، وكنتم مع مروه في كتاب من الاخر، وسلام. واوعى تاني برضه، اوعى تكسر حد، هجيلك ماشي، هجيلك. سلام.